بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشتركي القناة ومشاهدي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. سؤالين اتسألتهم اتحملوني معلش، بالنسبة للناس مهمين جدا، بالنسبة للناس اللي لسه حاطة رجليها في الصيد أو حابة الصيد أو غاوية صيد. سؤال اتسألته من الأخ أحمد من خلال التليفون، وسؤال تاني اتسألته من الأخ هشام فتحي، وقلت له إن أنا هجاوبك في الفيديو لايف. سأل إيه على هشام؟ هشام سأل على إيه؟ هو في الساحل وقدامه وعرايه، فهو عايز قرمه ما توعرش، هو بيرمي على وعر مباشر. فالموضوع يا هشام مش سهل، يعني الوعر دايما فيه غلطات، وفيه غلطات حلوه جدا، بس صيده احنا بنقول عليه صيد غلس. ليه؟ نسبه الوعر فيه عاليه، انت بترمي على وعر. اولا طبعا انت لو ما عندكش حل تاني غير ان انت هترمي على وعر، انا هقول لك على الحل الوحيد اللي ممكن تعمله، بس بيبقى احتمالات الوعر حتى مع الحل اللي انا هديهولك بتبقى كتيره او كبيره ان انت توعر. ما كانش الرصاص هيبقى السلاح. اولا عشان ارمي على وعر هصطاد بفرده واحده بس. في ناس بتحط الفرده تحت الرصاص، وفي ناس بتحط الفرده فوق الرصاص. انا من الناس اللي برشح ان انا احط الفرده فوق الرصاص. فوق الرصاصه ليه؟ لان الفرده المريحه تحت الرصاصه بقى احتمالات وعرها اكتر من اللي فوق الرصاص. الرصاصه بتريح، طب بعمل ايه؟ بلم البوش، ما شدش الشعر عليا. لو شديت الشعر عليا وقعرت خلاص، كل سنه وأنت طيب. بلم البوش على قد ما اقدر وبسيبها، يا اما بركن البوصه على الوضع ده، يا اما بمسك على ايدي. لو السمكه حاضره بمسك على ايدي، لو السمكه بتطول وبتضرب بركن البوصه وبسيبها. السمكه لو ضربت انت وحظك، يا الرصاصه دخلت الوعر يا السمكه سلكتك وطلعت. دي الطريقه الوحيده اخ هشام ان انت ترمي على وعر احتمالات نسبه الوعر فيها كبيره. صيد غلس بس في غلطه حلوه. في ناس بتحط السلاح تحت، انا بكرر تاني، في ناس انا بفضل السلاح فوق لأقلل من نسبه الوعر شويه. يا رب اكون المعلومه وصلتك. لو ما وصلتكش برضو احنا متواصلين مع بعض. الحاجه التانيه اللي اتسالت فيها او هي بالعفويه جت، فاحمد بيقول لي ان انا بحضر القرم. هو اللي خلاني اقول الكلام ده ايه؟ ان بيقول لي انا والشله كلها بنعمله كده، بنحضر القرم في البيت. الكلام ده مش صحيح خالص يا جماعه، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان لازم اشوف الميه بعيني، عشان احط شعر تقيل، احط سلاح كبير، احط سلاح صغير، احط شعر خفيف، احط فله وسط، احط رصاصه 4 لو برمي في مكنه، احط رصاصه 5، احط رصاصه 3، كله حسب ما هشوف الميه وهصطاد بايه. يا جماعه يعني انا دايما بقولها في كل فيديو، اللي عايز يصطاد يشتغل صح. هتشتغل صح هتاخد سمك ان شاء الله. بنوعدكم ان احنا نوصل لكم المعلومه عشان الناس كلها اللي حابه الصيد. في ناس كتيره قوي ملمه بالكلام اللي انا بقوله ده، وفي ناس انا يعني القناه المحتوى بتاعها عشان الناس اللي غاويه صيد وحابه الصيد، والناس كلها اللي بتصطاد تتمتع معانا بشويه المناظر الحلوه دي. الصيد جميل يا جماعه وممتع، وان شاء الله كل فيديو هيكون ممتع للناس كلها. بصوا يا جماعه، المرمار ماسك الساحل كله، على دود النار يا جماعه، وعلى السلاح 6 سبحه اهي. يعني انا عامل السلاحين زي ما انا قلت لكم فوق، وسلاح تحت سبحه يا جماعه. تعالوا نشوفوا اللي جاي ايه.
في اللي يجي سوا يا جماعه ظهر على الفرده اللي تحت على دود النار، والفرده اللي فوق مرمرايه. ما تنسوش اللايكات يا جماعه، خليكم معايا. السمك يا جماعه حوالين القش، يا قبل يا بعد. القشايه موسعه قوي، احنا بنحاول نرمي قبل القشايه على طول. بدأ حجمه يتحسن اهو شويه، واكل على الفرده. شراريش يا جماعه، شراريش اهي داخله على برضه دود النار، واكله فوق السلاح اللي فوق الرصاص على طول. مرمار يا جماعه شغال على الرمله على القشايه زي ما قلنا، على دود النار واكل فوق. ده طبعا كلنا عارفينه، او معظم الناس اللي بتصطاد عارفين ده. كان زمان مش موجود يا جماعه في الميه والله. ده بيقطع السمكه، ده القراد او الارنب. ده المسمم يا جماعه، نخلي بالنا منه جدا، لانه بيبقى باحجام صغيره في وسط البساريه. الناس اللي بتشتري بساريه وغاويه بساريه، انا بموت في حاجه اسمها بساريه، بحب البساريه جدا، بس لازم انقضها بايدي لانه بيبقى مدسوس جوه البساريه. السمكه دي يا جماعه سامه. في ناس اعتقد من بورسعيد، ناس بحاره ليهم في البحر. طبعا انا كنت بنضفه وكنت باكله، طعمه حاجه تحفه. بس سبحان الله، الحاجه اللي فيها شك خلاص، انا من بعد الموضوع بتاع بورسعيد ده وانا ما باجيش جنبه خالص. انا كنت بنضفه كويس جدا. في منه في اللحم نفسه سام. احنا عارفين ان الكبد والمراره بتاعته، السم موجود في الكبد وفي المراره في القراد. والقراد طبعا بيقطم الصلب. الموضوع يعني مش سهل، والكلام عنه كتير جدا جدا. فلو دخل معانا نخلي بالنا جدا واحنا بنسلكه، لان اسنانه بتقطم الصلب يا جماعه والله. فنخلي بالنا من القراده، وشكله اهو. وده سمكه مسممه يعني بتموت، بتقضي على البني ادم يعني. نخلي بالنا منه بالذات الصغير اللي مدسوس في البساري، بالله عليكم، عشان ده ضيع ناس كتير.